الهلال السعودي يخطط للتعاقد مع يوسف النصيري. يخطط الهلال السعودي للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت مصادر إعلامية سعودية أن إدارة الهلال وضعت خلال الساعات القليلة الماضية المهاجم يوسف النصيري ضمن قائمة المطلوبين لتعزيز صفوف الفريق هذا الصيف، تحسبا لأي طارئ بشأن صفقة الصربي متروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي. ووفقا لنفس المصادر، فإن الصعوبات التي وجدها الهلال في التعاقد مع متروفيتش جعلت إدارة النادي تضع النصيري كخيار جديد في حالة فشل ضفقة المهاجم وهداف فولهام الإنجليزي. وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري من إشبيلية. وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الهلال وضعت الدولي المغربي في صدارة خياراتها، تحسبا لعدم الوصول لاتفاق مع الصربي ألكسندر متروفيتش مهاجم فولهام. وذكرت الصحيفة المفاوضات مع فولهام تشهد عدم توافق في الجوانب المالية، ما دعا إدارة الهلال للتحرك سريعا لتوفير بدلاء يتقدمهم يوسف النصيري. وقالت الموندو الإسبانية إن نادي الهلال السعودي مستعد لتقديم عرض لنادي إشبيلية بقيمة 45 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري. وحسب صحيفة آس الإسبانية، النادي السعودي سيعرض على يوسف 15 مليون يورو سنويا. وسبق أن لعب يوسف النصيري البالغ من العمر 26 عاما لمالاغا وليغانيس قبل أن ينضم لإشبيلية في 2020. ويرتبط يوسف النصيري بعقد مع إشبيلية حتى يونيو 2025، وتبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو، وقد بلغت في 2021 40 مليون يورو. الجدير بالذكر أن فريق يوفنتوس أيضا مهتم بالدولي المغرب يوسف النصيري، ويبلغ راتب يوسف حاليا مع إشبيلية 6,420 ألف يورو سنويا. وأنتم في نظركم أين ستكون واجهة يوسف النصيري هذا الموسم؟ هل سيبقى أم سيغادر إشبيلية؟